السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم حبايبي؟ إن شاء الله تكونون بخير. طبعا اليوم رجعت وياكم بوصفة لحمة بعجين بالدجاج، مثل ما تشوفوها هشة وطرية وتخبل طعمها بعد أطيب. هسه راح أخليكم ويا الفيديو. قبل كل شي لا تنسون اللايك والشير، وإذا كنتوا جديدين اشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس على خاصية الكل حتى يوصل لكم كل جديد. اول شي عندي ثرمت البصل. استخدمت اليوم البصل الاحمر لان شوية حرارة، وانتو بعد حسب الرغبة كيفكم. اثنيناتن يكفن بالغرض. راح اثرم فوقها طماطم مقشرة واخليها فوق الطماطم المقلاية. اسوي بيها الصلصة مال صدر الدجاج اليوم عندي، يطلع طعمها كلش طيب. وهنا انا راح اضيف كاتشب وملعقتين معجون طماطة، واخلطهن واضيف البهارات حسب الرغبة انتو. انا هيج خليتهن للصلصة، بس هناك هم راح اضيف على الدجاج. خليت هسه رشة ملح ورشة كركم وشوية من دوزي يعطي حموضة للطماطة، وراح اضيف ماجي. ما راح اكثر هواي هنا بهارات لان بعد راح اضيف على صدر الدجاج. وهنا انا ضفت كمون قليل، يعني حسب الرغبة كيفكم انتو. تريدون تخلون فلفل اسود عاد. هنا انا ضفت عليها مي وراح اخليها على نار ناصية على مود تتهدر عندي بين ما اكمل المواد. هنا انا بديت اثرم بصدر الدجاج. طبعا نسويه بشكل متوسط، لا ناعم حيل ولا كبار حيل، مثل ما تشوفون يمكم. وهنا انا قامت تبقبق عندي او تطلع فقاعات، فاطفي عليها النار اخليها على صفحة. هنا انا عندي كملت الصلصة. وهنا بديت اسوي صدر الدجاج، نسيته عفو. اول شي حركت الطاوة ما خليت دهن، وضفت صدر الدجاج يذب المي مالته وينشف. يلا اضيف زيت. وهنا بعد ما يكون عندي بهذا الشكل ولونه ابيض ويبدي المي مالته اللي ذبه هو ينشف، اضيف الزيت حتى شوية احمسه. وهسه ضفت البصل الاحمر، راح اظل اقلبه على مود شوية يذبل. وهسه هنا ضفت عندي اني فلفل اخضر وفلفل احمر. اكو ناس يخلون جزر، هاي كيفكم حسب الرغبة. اكو ناس اصلا كل شي ما تخلي بس بصل ودجاج وصلصة، بس اني اضيف مواد على مود تصير عندي الحشوة هواية، لان احنا عائلة وعاجنين عجينة يعني هواية اليوم، فما تكفينا. وهسه راح اضيفه فوق الدجاج، وهم اقلبه ويا الاكل ويا الدجاج والبصل على مود هم يذبل عندي. انتو كل شوية ظلوا قلبوا بيه. وهسه راح اضيف هاي البهارات اللي هي 7 بهار
وماجي وبابريكا حارة وكركم. وبهذا الشكل خلصت عندي الحشوة. هسه اخليها على صفحة، خليتها طفيتها من النار لان كملت عندي. هسه راح ابدي اسوي بوتيتا. انا قشرت البوتيتا وراح اغسلها واجي اثرمها. البوتيتا اثرمها واقليها واحد لين ما تستوي عندي، اذا اضيفها ويا المواد مو مثل الفلفل والبصل، فاسويها بشكل ناعم واقليها وحدها بزيت، وبعدين اصفيها واضيفها فوق المواد. وهنا انا قليت البوتيتا. طبعا حبيبات العجينة اليوم ما سويتها وياكم لان حبينا نجربها اول شي. هذا مو طحين صفر، طحين مال حصة، مثل ما تشوفون نجحت عندي ولا تلزق ولا هاي، وحالها حال الطحين الصفر. ان شاء الله اشاركها وياكم. وهاي هنا راح اصفي البوتيتا من الزيت واضيفها على المواد. وهنا انا ضفت الصلصة اللي سويتها فوق المواد واخليهن على النار شوية لحد ما تقوم تغلي عندي او تبقبق، انتو كيفكم شو تسموها، واطفي عليها النار بهذا الشكل. بس هنا طفيتها. طبعا حبيباتي بنات العجينة طلعت تخبل عبالك طحين صفر. ما شاركتكم اليوم العجينة لان لقيت عمتي عاجنتها، قالت اول شي خلينا نشوف نجربها وبعدين نشاركها الهم. بس نجحت عندنا وطعمها اصلا يعني حتى بالاكل ما مبين هي مال لا مثل الخبز ولا من شنو، لان هي انت حسب عجنك. عجناها مثل ما نعجن طحين الصفر. وهم ما شاء الله انتفت عندي وشلون صارت. وهنا انا كملت العجين عندي، وهسه راح اغطيه العفو، وابدي افتح بعد وحدة وحدة. لازم يتغطى على مود ما ييبس. هاي اكو بيهم يفتحونه بالشابق، اكو بيهم بالزيت حسب الرغبة. انا افتحها هيك، هاي طريقتي. شوفوا بنات، اول شي غلطت انا ببالي مثل العجينة العادية، فما خليت زيت، رشيت بس طحين وخليت العجينة. طبعا هاي اول صينية راحت شهيدة كلها لزقت، واحنا بس عادي خليناها بماعون واكلوها الجهاي كلها. بس بالصواني الثانية خليت زيت هواية، يعني لازم على مود ما تلزق عندنا. اذا عندك ورق الزبدة سيليفون خلي احسن. هنا انا راح اخلي المواد على العجين واخليها بالفرن. طبعا الفرن لازم حار حامي قبل ما تخلين بيه العجين. وراح اكمل باقي العجين اللي عندي كلهن نفس الطريقة سويتها وياكم. وهنا عندنا خبطنا عصير النومي بصرة للفطور.